ده أول مرة أشوفه. كنت بس بسمع منه من أختي اللي كانت بتقول إنه شاب وسيم جدا، وفعلا طلع شاب وسيم وطويل وعنده ابتسامة جميلة جدا. وافق علي على طلب أمي واتفقنا إني أروح لهم قبل الغروب كل يوم، والدرس هيكون في حدود ساعة أو أكتر شوية صغيرين. ولقيته بصلي وقال لي يلا هنبدأ دلوقتي، يلا قومي. ومسك ضفاير الاتنين وقال لي انت جميلة قوي وان شاء الله هتكوني متفوقة كمان. فابتسمت وحطيت وشي في الأرض من الكسوف. ورحنا بعديها لأوضة علي. اوضته كانت جميلة جدا وهادية ومليانة بصوره وشهادات تفوقه الدراسي. قعدنا على الترابيزة وحطيت كتبي، وهو بدأ يكتشف الكتب ويشوف ايه اللي فيها، وانا عيني على اوضته وعلى الحاجات اللي فيها. ولقيته جات له رسالة فشاف ايه محتواها وابتسم ورجع التليفون تاني مكانه. وبدأ شرح أول درس، وأنا كنت بسمع كويس جدا لصوته وعيني على وشه بتأمل ملامحه. وبعد ما انتهى الدرس مسك إيدي واحنا نازلين على السلم علشان ما أقعش، ولقيت أمي في انتظاري فسلمنا عليهم وروحنا على بيتنا. في السكة ما حبيتش أمسك إيد أمي عشان أفضل محتفظة بملمس إيد وريحة علي. وأول